السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد البسبوسه اللي وليت مدمنه عليها في هذه الايامات هذه، وقلت علاش لا نشاركها معكم. كما كتلاحظوا معايا الشكل ديالها كيجي راقي ومميز، ومن الداخل كتجي معلكه خفيفه وبنينه بزاف. انا متاكده ان اللي جربتها غادي تعاود تحضرها مره اخرى. من قوة ما هي كتجي خفيفة وبنينة بزاف وسريعة التحضير، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، ممكن نحضروها غير في 2 ديال الدقائق. فخليكم معايا باش غادي ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله في اول مرحلة وهي تحضير السيرو. غادي نحتاجو ليها نص كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء وواحد القطعة صغيرة ديال الحامض اولا الليمون. نخلطو مزيان حتى يذوب لينا السكر ونخليو الكل على نار متوسطة تقريبا مدة 5 ديال الدقائق. بعد ما يوجد لينا السيرو ديالنا غادي نخليوه جانبا حتى يبرد. بعدها مباشرة غادي نبداو في تحضير البسبوسة ديالنا، وغادي ناخد واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه 2 ديال البيضات. غادي نضيفو ليهم قبيصة صغيرة ديال الملحة وكيس من سكر الفانيلا اللي ممكن نعوضوه بالقشور ديال البرتقال اولا الليمون محكوك، ونص كاس ديال السكر ما يعادل 75 غرام. غادي نخلطو غير بالخلاط اليدوي مزيان حتى كيذوب لينا السكر وكنحصلو على خليط بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيفو كاس مع مرش ديال الحليب ما يعادل تقريبا 150 مليلتر. اذا ما توفرش الحليب فممكن نعوضوه باليوغورت الطبيعي. ونضيفو نصف كاس من زيت المائدة ما يعادل تقريبا 90 مليلتر. غادي نستمروا في الخلط المكونات مزيان. دابا غتبقى لينا نضيفو فقط المكونات الجافه. عندي هنايا 3 ديال التمرات اللي قطعتهم على شكل مربعات بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكميه ديال التمر هنايا فهي اختياريه، ممكن تزيدوا او لا ممكن تستغناو عليها اذا ما كانتش متوفره. بعدها غادي نضيف ملعقه صغيره ديال القرفه اللي كتعطي واحد النكهه وواحد المذاق مميز لهاد البسبوسه. ونضيف كاس عامر مخلط بين اللوز والقرقاع تقريبا 100 غرام. هنايا ما مطحونش مزيان كما كتلاحظوا معايا، غير هرمشتهم، وماشي ضروري يكونوا بجوج، ممكن تستعملوا غير اللوز اولا غير القرقاع. غادي نخلطوهم مزيان وندمجوهم مع باقي المكونات. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال الدقيق الابيض وكاس عامر ديال السميده الرقيقه ما يعادل تقريبا 120 غرام. غادي نخلطوهم مزيان. لاحظوا معايا هنا الخليط كيكون شويه جاري، وبعد ما نخليو واحد 2 ديال الدقائق غادي يعقد. غادي نضيفو دابا اخر مكون للوصفه اللي هي ملعقه كبيره ديال خميره ديال الحلوى ما يعادل تقريبا 10 غرام. غادي نخلطوها مزيان حتى هي صافي، وغادي يكون الخليط ديال البسبوسه ديالنا واجد. غادي ناخذ واحد المول اللي يكون متوسط الحجم، هنايا مخصوش يكون كبير بزاف باش ما تجيكمش البسبوسه عاوتاني رقيقه. غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالسميده وغادي نديرو فيه الخليط، ومباشره غادي ندخلوه الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه. غادي نشعلو له من الفوق ومن التحت، وبالنسبه للمده فكياخذ لينا تقريبا نصف ساعه. وهذه هي البسبوسه ديالنا بعد ما تحمرات، مباشره بعد ما خرجتها من الفران وهي باقه سخونه غادي نثقبها واحد شويه باش تشرب ليا داك السيرو مزيان. هذا هو السيرو اللي حضرت معكم. هنايا ضروري ما يكون السيرو بارد والبسبوسه سخونه. وملاحظه اخرى، اللي ما بغاش يسقي البسبوسه بالسيرو ديال السكر فممكن تسقيوها بالسيرو ديال الكراميل السائل. معروف ان المذاق ديال الكراميل كيتواتم بزاف مع المذاق ديال القرقاع واللوز. دابا غتبقى لينا اخر مرحله اللي هي مرحله التزيين اللي كتبقى اختياريه، ممكن تزينوها على حسب الرغبه. انا هنايا اختاريت نزينها فقط بالخليط ديال اللوز والقرقاع اللي تبقى ليا. بعد ما خليناها واحد شويه تبرد دابا غادي نقطعوها. ممكن تقطعوها مربعات صغيره او كبيره كيبقى لكم الاختيار.
إذا استعملتوا مول كبر من هذا فغادي تجيكم شوية رقيقة على هادي، وإذا كان المول صغر من هذا فغادي تجيكم شوية غليظة، يعني تقريبا بحال الكيكة. واختاريت نزينها كذلك بالقرقاع بهذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديالها زوين. صافي دابا غادي نخليوها تبرد وغادي نقدموها بالصحة والراحة. وهذه هي النتيجة النهائية للبسبوسة الرائعة اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى إن شاء الله أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. فكيف ما شفتوا معايا الطريقة سهلة بسيطة، المكونات كذلك بساط، ممكن تبدلوا فيها على حسب المتوفر عندكم في الدار، والنتيجة ولا أروع، لا في الشكل ديالها المميز ولا في المذاق كذلك. داك التمر اللي درنا فيها كيعطيها واحد التعليكة زوينة، وديك القرفة كذلك كتعطيها واحد النكهة، واحد المذاق اللي هو مميز. ما شاء الله كتجي خفيفة كما هو واضح في الصور، ومعلكة وبنينة بزاف، خاصها غير واحد الكاس ديال الاتاي اولا كاس ديال القهوة وبالصحة والراحة. هكذا أخواتي غادي نكون وصلنا لنهاية فيديو وصفة اليوم، فما تبخلوش عليا بلايك وتعليق للتشجيع فقط على الاستمرار في القناة، وكذلك ما تنساوش مشاركة الوصفة مع الأحباب ديالكم لكي تعم الفائدة. وإذا عندكم أي استفسار أو لا ملاحظة فخلوها لي أسفل الفيديو في التعليقات، وإلى وصفة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.